السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة اديلها كذا يوم دايرة بخصوص الاسعاف في مستشفى ديروت. الموضوع ده حصل فيه لغط وكلام كتير، ومين الصح ومين الغلط، في ناس بتهاجم إدارة المستشفى بدون وجه حق، وبرضه إدارة المستشفى ردت، والكلام حصل فيه كلام كتير. ايه الصح وايه الغلط وايه هو المفروض يحصل؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. بس قبل ما نتكلم، حط لايك واشتراك واشترك في القناة. طيب، ايه علاقة مستشفى ديروت بالإسعاف وايه اللي حصل فيها؟ بص، أولا مستشفى ديروت ملهاش أي علاقة بإن هي تستدعي لك الإسعاف، هي كل اللي عليها إن هي بتستدعي لك الإسعاف. طيب، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انت حضرتك أول ما بتدخل حالة بتستدعى إن هي تتحول لمستشفى جامعي أو لمكان تاني، ما ينفعش الدكتور البروتوكول المتبع هو مجبر إن هو يلتزم بيه. ايه هو البروتوكول المتبع؟ ان هو اول ما بتجيله الحالة، اول حاجة بيقيم الحالة، بيشوف الحالة دي هل تستدعي ايه، هل هي حالة عناية، حوادث، اصابات، الكلام ده كله. في جروب معمول للكلام ده، وفي ناس مختصة في الموضوع دوت، بيرفع الحالة على الجروب، والله الحالة كذا كذا كذا، وعايزين لها مثلا مكان في العناية، مكان في الإصابات، عناية قلب، هكذا. طيب، أول حاجة يشوف المكان المتوفر فين. متوفر في الجامعة بتاعة أسيوط، متوفر في مستشفى الهرمون في المنيا، على مستوى الجمهورية. طيب، يشوف سرير فاضي. ما هو انت ما ينفعش يحول الحالة بتاعتك وبعد كده تروح المكان اللي انت رايح فيه وما تلاقيش فيه سرير. طب ازاي؟ ما انت هتروح تقعد في الشارع مثلا او تقعد في الاستقبال، لازمتها ايه؟ تمام. لقي المكان والدنيا تمام، ولقي السرير فاضي في مكان معين، بيروح الدكتور مستدعي الاسعاف، او بيبعت ان الاسعاف حضرتك تعالى احنا عندنا مريض هيروح المكان كذا 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 كذا. هيئة الإسعاف ده هيئة منفصلة عن المستشفيات، أو هيئة لوحدها، لها موظفين لوحدها ولها ناس لوحدها. طيب، بتيجي الإسعاف، هو الدكتور بيستدعي الإسعاف بقى على حسب هي معاها. ممكن أقرب إسعاف ليك معاها حالة حالتين، ممكن تاخد نص ساعة، ممكن تاخد ساعة، ممكن تاخد ربع ساعة، ممكن تاخد ساعتين، على حسب الحالة اللي معاك أو على حسب الوقت اللي انت استدعيت فيه الإسعاف هي متاحة امتى. بتيجي الإسعاف بتاخد الحالة بتاعتك وبتوديها المكان اللي هو قال عليه الدكتور، أو المكان اللي منسق لك في الدكتور. طيب، التأخير هنا بيبقى ذنب مين؟ مش ذنب دكتور المستشفى، وبرضه مش تحت شرط يكون ذنب الإسعاف. ما هو ممكن الإسعاف معاه حالة، أو العربيات الإسعاف اللي قريبة ليك مش متاح حاليا، بتودي حالة فهتستنى ما تودي الحالة وترجع لك. طب انت كله هيقول طب انا الحالة اللي معايا هستنى ما تموت. والله بص، اصل الاسعاف هيبقى فيها ايه زيادة ان انت هتاخد عربية خاصة بيك وتودي الحالة بتاعتك؟ يعني ساعات بيبقى فيها ممرض، هيعمل ايه للحالة بتاعتك لو لا قدر الله حصل لها حاجة؟ مش هيعمل لها حاجة. انت شايف الحالة اللي معاك تعبانة ومش مستحملة، والاسعاف اتأخر عليك، حاطط خد في عربيتك الخاصة المريض اللي تبعك وديه المكان المستشفى الجامعي اللي انت عايز توديه، او اقرب مكان متاح ليك. ما تستناش الاسعاف. لو انت حالتك تستحمل ان هي تتنقل في عربية خاصة، امشي بيها بسرعة، ما تستناش الاسعاف. الاسعاف مش هتحيي الحالة اللي معاك. طيب، هي المفروض كله بيقول ازاي مستشفى زي مستشفى ديروت ما فيهاش عربية اسعاف وازاي. هي المفروض كمستشفى مركزي يبقى فيها عربية اسعاف بس. الكلام ده كان في الاول. دلوقتي هيئة الاسعاف قلنا دي هيئة بقيت منفصلة لوحدها، فما فيش عربية اسعاف تبقى في المستشفى، لان في هيئة اسعاف خاصة، هيئة اسعاف كاملة لوحدها. هيحطوا ليه عربية اسعاف في المستشفى؟ ولا نفترض ان المستشفى فيها عربية اسعاف، جت الحالة بتاعتك خدتها عربية الإسعاف، هتيجي الحالة اللي بعديها، حالة تاني بعديها، ما هي مش حالتك لوحدك بس، في 100 حالة بتدخل في نفس الوقت، وفي كذا حالة عايزة تتحول، وفي كذا حالة هتنفع تتعالج، فمش على كديك انت بس. طب التقصير من مين؟ بص، هو مش فكرة تقصير، هو ضغط فقط. يعني ولا الإسعاف عايز يتأخر عليك، ولا الدكتور بتاع المستشفى عايز يأخرك، بس هو ما ينفعش يحولك غير لما ينسق لك مكان ويلاقي لك مكان في سرير فاضي. والإسعاف نفس الكلام، هتستنى، ممكن تبقى معاه حالة، معاه حالتين، على حسب. فمش هيرمي الحالة اللي معاه في الشارع عشان يرجع للحالة بتاعتك.
فغصب عننا، كله غصب عنه، كله مضغوط، كله غصب عنه. فمفيش تقصير من حد، هي ضغط على المنظومة نفسها. طب الضغط ده بيجي منين؟ الضغط ده بيجي ان الناس دلوقتي بقت واخدة حتة المستشفى ان دي حاجة ببلاش. تعبان مش تعبان، انا اروح يعني. اتخبطت في صباع رجلي، حاسس بشوية صداع، حاسس بشوية كحة، انت حالتك حضرتك مش طارئة، ما تروحش تشغل المستشفى في اوقات الطوارئ. عندك العيادات الصبح، روح زي ما انت عايز، خد حباية مسكن. لو انت عندك شوية صداع، صباعك اتخبط فيه، استنى للصبح وروح. ما تضغطش المستشفى وتحط ضغط ولود على الدكاترة وعلى طاقم العمل اللي موجود في المستشفى وانت حالتك مش مستاهلة. ما هو انت ده كده بتيجي على الحاج غيرك، انت بتهزر حضرتك ورايح تستظرف، او رايح يعني موضوعك مش مستاهل، في غيرك تعبان وبيموت ومستاهل، عايز وقت الدكتور ده اللي انت خدته. هو بيبقى دكتور واحد في الاستقبال، هيكفي على مين ولا مين ولا مين؟ فكتر خير الدكاترة وكتر خير طاقم العمل، فما تضغطوش على الناس دي أكتر من كده. الناس دي كتر خيرها، ومش ذنبهم إن الإسعاف اتأخرت. الواحد بيشوف بعينه الإسعاف تتأخر، شتيمة وقلة أدب في الدكاترة وفي التمريض وفي طاقم العمل، وبأوسخ الألفاظ. ويوم ما يعمل واحد دكتور محضر لحد، تبقى الناس بتتحنن وتبوس العيادة عشان الدكتور يتنازل عن المحضر. طب ليه؟ ما خليك محترم من الأول. الدكتور مش مفيش حاجة شخصية بينك وبينه، ولا التمريض ولا طاقم العمل فيه حاجة شخصية بينك وبينه. هو غصب عنه، هو مش بيتعامل مع الحالة بتاعتك انت بس، هو بيتعامل مع حالة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة غيرك. انت حالتك مش مستدعية، ليك كذا حل. مش مستاهلة الإسعاف، حالتك مثلا طفل معاك تعبان شوية ومحتاج ان انت خايف عليه، خده يا باشا في عربيتك الخاصة وديه. واحد مخبوط في رجله مثلا او رجله مكسورة، مش هيموت لو راح في عربية خاصة، مش هيحصل له حاجة. لكن مثلا مريض قلب دخل في جلطة، الكلام ده عناية قلب، حاجة مستدعية، ماشي دي تستنى الإسعاف. لكن حضرتك حالتك مش مستاهلة الإسعاف، ما تحطش لود، مش رفاهية. مش انت حاج ليك ولازم تاخده، ما هو انت اما هتاخد ده هتيجي على حاج حد مستاهل محتاج الحاج ده اكتر منك. انت حضرتك مخبوط في صباعك، مخبوط في ايدك، عندك شوية صداع، عندك شوية دوخة، عندك شوية ترجيع، شوية سخونية في دور برد، خد حاجة مسكن واستنى لتاني يوم الصبح وروح العيادات. ما تروحش الساعة 3 4 بالليل للدكتور وهو مفحوم وطالع عينه ال 24 ساعة، وتقول له أصل أنا مصدع وأنا برجع وأنا دايخ شوية. الموضوع مش رفاهية. أنت حطها كده مقياس في دماغك، هل أنا لو التعب ده حاسس بيه وهروح أكشف بفلوس غالية، هروح أكشف ولا هاخد مسكن بس؟ لا، لو أنت هتاخد مسكن بس الموضوع هيعدي ومش مستاهل، ما تروحش المستشفى. مش عشان هي مجانية يبقى خلاص كلنا نحط لود على المستشفى في الوقت اللي بالليل اللي هي بتبقى فاضية فيه. المستشفى ما تبقاش فاضية بالليل، والدكتور اللي انت شايفه ده بيبقى من 8 الصبح لتاني يوم 8 الصبح، يعني 24 ساعة. انت لو بتروح شغلك 6 7 ساعات ولا 8 ساعات بالكتير بتيجي ميت ما بتقدرش تتحرك، ده 24 ساعة بيتعامل مع حوادث ومع ناس بتموت وناس تعبانة. فكتر خيره هو والتمريض طاقم العمل. وموضوع الإسعاف ده غصب عن الكل، دي هيئة ومش على كدك انت لوحدك بس، ده على مستوى الجمهورية. فانت حالتك تعبانة خالص وهتستنى الإسعاف، مفيش مشكلة. تقدر ما تستناش وتقدر تمشي وتسعف نفسك، خدها في عربية خاصة نص ساعة ساعة بالكتير وهتوصل اللي انت تبقى مستني فيها الإسعاف. ويا ريت كلنا يعني نحس ببعض، بس مش أكتر من كده. الدكتور والتمريض وطاقم العمل دول بشر زيك واخواتك واصحابك واهلك. محدش شايل من حد، ومحدش زعلان من حد، ومحدش مستعند حد، ومحدش بيقصد ان هو يتأخر عربية الإسعاف على حد. ده بروتوكول ونظام جاي عليا وعليك وغصب عن الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.